أعتقد أن المغاربة لابد أن يصلوا كل يوم صلاة إضافية، بدل 5 صلوات 6 صلوات، حمدا لله عز وجل أنهم بجوار دولة مثل الجزائر. كل يوم صلاة الحمد والشكر لله عز وجل أنهم بجوار دولة الجزائر، حامية إفريقيا وحامية الجوار. هذا أنا أعطيك بعض الدول حررتها الجزائر معروفين. أعطيك مثال، في السبعينات حررت الجزائر دولة بورناي، أغنى دولة مسلمة حاليا. وش اسمها؟ بورناي. بروناي يا بابا، مو برناي، بروناي. نطلبوا ان شاء الله من الملك ربي شافيه باش يدير تصفيه المياه في المغرب، وعلاش لا ان شاء الله. ولكن اليوم بلاتي ما على بالكش انت باللي الملك المغرب سبقك في هذه المشاريع اللي يلاه طفات الشمعه على عمي تبوني ما فيهم؟ عندكمش تصفيه المياه، ما عندكمش، ما كانش في المغرب. ما تكذبوش على الناس يا سي ابراهيم. اسمعني يا سي خليني نتكلم يا سي ابراهيم. يا سي محمد، يا سي لا حول ولا قوه يا بلاتي يا سي محمد، يا استاذي الكريم، اتق الله. هذه المشاريع اللي راك تتكلم عليها وتصفيه المياه راها بدات في المغرب من 2002 يا بابا، يا كيما بادي انت بادي هذيك التي بي او فرحان بيها من البحر. ما عندكمش، وهذه باش تدخلها في راسي والله العظيم ما تسعوها تاع تصفيه المياه نتاع البحر. يا ولد عمي بلاتي، السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف الحال يا ابن عمي؟ الحمد لله. بارك الله فيك. هل هناك تصفيه المياه في المغرب؟ المغرب عنده موارد مائية متنوعة، والمياه تعتبر من الموارد الحيوية. تصفية المياه في المغرب تتم بعدة طرق، منها محطات تحلية المياه ومعالجة المياه العادمة. الحكومة كتعمل على تحسين هذه الخدمات. هل هناك محطات يا أخي؟ هل هناك محطات في المغرب؟ نعم، في المغرب كاينين محطات تحلية المياه. كم تقريبا محطة؟ المغرب عنده عدة محطات لتحلية المياه. من بين هذه المحطات انت راك مخلص، انت تكذب، انت عمي، انت راك تكذب، انت مخلص، ما عندوش مصر. عندكم تحليه المياه تاع السدود. خلينا انت واش جاب السدود انت لا تاع الحفره تاع البيت، لا تاع السدود. ما عندكمش تاع البحر. الحقيقه كي نروحوا للسد كاع رحنا للباراج ولا للسد ولا نقدروا نشربوا منه ولا ما نقدروش نشربوا منه عادي. هو اصلا عادي كيما نحليوه تاع الشتاء. نصحح الاخياس، حنا في المغرب اخويا السدود كنلوحوا المياه اللي كاينه في السدود كنلوحوا فيها الملح، كنملحوها عاد كنديروا محطات تصفيه تحليه هذيك المياه. حنا كنعقدوا الامور، كنلوحوا فيها الملح، كنمشيو ناخذوا الماء تاع البحر، ما كنديروش شويه ما كتحطوش شويه كمون بزار، لا كناخذوا المياه تاع البحر وكنشفوها وكناخذوا الملح وكنطلعوها لداخل المغرب وكنقيسوها نطيشوها فوق السدود وكنملحوا المياه تاع السدود ومن بعد كنديروا التصفيه. حنا كنعقدوا الامور، حنا هكا كنعقدوا الامور باش عاد. المغاربه لابد ان يصلوا كل يوم صلاه اضافيه، بدل 5 صلوات 6 صلوات، حمدا لله عز وجل أنهم بجوار دولة مثل الجزائر. حمدا لله، كل يوم صلاة الحمد والشكر لله عز وجل أنهم بجوار دولة الجزائر، حامية إفريقيا وحامية الجوار. والله بركة. عباس بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، عمر بن الخطاب بعد صلاة الاستسقاء كان يقول: كنا ندعو الله بمحمد بن عبد الله، واليوم ندعو الله بالعباس عليه رضوان الله، وللمغاربة أن يحمدوا الله بالجزائر. علاش؟ لماذا في نظرك؟ علاش يحمد الله؟ في بركة الشهداء وحدها فقط تكفي. أحدثك عن المواقف المشرفة والجهاد والقتال والمكانة والعلو والسيادة والريادة، وأن الجزائر حامية إفريقيا كلها، كل إفريقيا تتذكر هذا. أنا أعطيك بعض الدول حررتها الجزائر:
معروفين. نعطيك مثال، في السبعينات حررت الجزائر دولة بورناي، أغنى دولة مسلمة حاليا. واش اسمها؟ لا حول بورناي. الله. بلاتي. بروناي يا بابا، مو برناي، بروناي. لا حول الله. والله العظيم هذا شوف هذه اللهجة مش عراقية، شوف سبحان الله الآن يفضح نفسه. هذه اللهجة مش عراقية، هذه لهجة الناظور. شو سبحان يفضح نفسه في كل مرة والناس تفرش. حربي حتى نعاونك، حربي حتى نعاونك. كي شفتي؟ شوف كيشفك يا حربي. العراقيين لا يتقنون تماما، اسمح لي، العراقيون لا يتقنون الفرنسية. ابتعد عن اللغة الفرنسية. إذا حبيت تدعي أنك عراقي تكلم شيء بالإنجليزية أو شيء من الفارسية أو ذا، أما الفرنسية بعيدة، حتى مخارج الحروف العراقية. خلي مسكين يكمل كلامه يا حربي، راه السيد عنده ما يقول يا اخي، السيد راه شارجي معمر. فالجزائر والجزائريين فرنسية سي رضوان، علاش كتقول الجزائريين ما قاري الفرنسي؟ يا قلتي كيقراو الفرنسي. الياس يحب يقرا بالعربيه ويحب الفرنسي، يحب لا فرانس. اصبر اعطيني معاك. شكون ديال البيان ديال شمندو ديال من ديالهم هذا ديال التعاون ديالهم بثلاثه، ديال داك سيماك ولا سيموك ولا سميتو. الياس صيفطوا لرضوان في الخاص. حيت دابا صيفطوا لي حيت دابا انا شنو بنيت؟ انا بنيت على شنو قال، حيت انا كنظن ما نظنش انه رئيس الاركان غادي يغلط. كون كانت شي حاجه رضوان دوكا تكذب رئيس الاركان ولا تكذب البيان المشترك؟ واش هضر معاك صاحبي؟ لا انا كيهضروا دقيقه، باقي هو كيهضر مع الياس، حتى يسالي ونشوفوا معاه. قلت لك انا كنتيق رئيس الاركان شنو كيقول البيان. صيفطوا لك انا شوف، حيد المايك، الدنيا جايزه، حيد. سي الياس واش راك يا الغالي؟ راك بخير؟ الصحه لاباس؟ عيدك مبارك، مبروك. قول لي انا والله لا تعجبني في حاجه برك. شوف والله غنقول لك واحد الحاجه نشهدها لك ومن بعد معليش انا خليك مني حاجه نشهدها لك، والله العظيم غير قوي في التخدير، يعني ماشي ما تفهمنيش غلط، يعني في علم الاجتماع فور. اوكي يلا انت جيت. قول لي ملي كيتلاقى رئيس مع وزير الخارجيه في البروتوكولات السياسيه شنو كيتسمى هذا؟ نعم، حينما يلتقي رئيس دوله مع وزير الخارجيه ماذا يسمى؟ استقبال عادي نورمال. نتوما كنتوا تقولوا، اسمع الياس، انا كنت نتبع اللايفات ديالك. اسمعني مليح، انت هضرت الله يبارك على الاستقبال وعلى تهضر عليا انا ولا على المواضيع الشريف؟ لا نهضر على الموضوع، خليني نهضر على المواضيع اللي هضرت عليهم الياس. واخا خليني نهضر على المواضيع اللي تطرقت ليهم انت منذ بدايه الازمه الفرنسيه الجزائريه. انت كنت تقول باللي يديروا باللي الجزائر لن تفعل شيء، ما تقومش لن ترجع في مقولاتها، لن ترجع كذا. وزير الخارجيه الفرنسي البارحه صرح وقال، وكان يحك في عينه كي كان يهضر، لا حول ولا قوه، قال بأن الصحراء الغربية هذه قبل ما يجي للجزائر ستكون في إطار الأمم. الكذوب ما عندنا ما نديرو به، نبينك كذاب. إلا تبدا تكذب هكذا، إلا بينتك دابا قدام كذاب قدامنا شنو دير؟ الياس اسمعني، إلا بينتك دابا خليني نكمل، خليني نتفاعل معاك. اسمع، أنا راك نعرفكم نتفاعل معاك، أنا بقدروا بالاحترام. ايوا حسبتك ما راني يهضر باش تتفاعل معاه، خليه يهضر باش تتفاعل معاه. لا تي الملكه واحد دقيقه، شوف غتفاعل معايا بالكذوب ولا بالحق؟ لا بالحق. الا جبت لك دابا دليل انك انت كذاب في هذه النقطه هذه شنو تقول؟ والله ما تجبدوا. شوف اتكلم على البارح بالله. سانشيرو انصيفط لك، لا انا نصيفطو على راسي، لا ودوك انا نصيفط لك كلام وزير الخارجيه. واخا اللي صيفط هو نشوفو، نصيفط لك في الخاص تاع البارح. لا ما عندناش حنا في الخاص. ما عندكم عندنا هنا توريه. انا نبعثها في الخاص. غادي تبلع الكذاب وتسكت. هاك شوف معايا،
cette deuxième question. Et quant à la première, même si nous en... سمعوا الدراري. وبالنسبة إلى السؤال الثاني زيد انا غادي واخا انا ندير هذه نحيدها باش يشوفها. avons déjà parlé. Il y a quelques mois, nous avons exprimé notre vision du présent et de l'avenir du Sahara occidental qui s'inscrivent dans le cadre de la souveraineté marocaine en conséquence directe du plan. dans la طافي سالات لا مشاري تصريح وزير الخارجيه قبل مجيئه الى الجزائر البارحه الياس البارحه لما قال لا دوك نبعثوا لك في الخاص الياس سير انا غادي نمرمق. لا نبعثوا لك في الخاص وكون متزعين. شوف غير باش خاصك شفت باللي انا غادي نقول غير واحد الجمله وغادي نقطع الميكرو ديالهم استقبلوا اطار بلاتي اخويا بلاتي في وزاره الخارجيه. الله يخليك الياس باش نقطع الميكرو. شوف انت رضوان وكذاك شفت هذا باللي ما تهبطوش الياس ما تهبطوش. الدنيا جايزه. السلام عليكم. وعليكم السلام يا ستي الملكه. اسمعني دقيقه، ملي سدوا لك المايك اذا غادي يعطيوك الحق في الكلام، ولكن صبر. تفضل رضوان. قلت لك انا شوف انا نقول لك و900,000% البيان اللي خرجوا غير ذريعه. غنقول لك علاش. الجيش ما كيغلطش. القوات المسلحه دقيقه ما يمكنش. لا ما يمكنش. القوات المسلحه الماليه قبل ما يخرج شنو قال جون نويل بارو، خرج لو شاف ديالهم وبارطاجوها عندهم. دابا كنقولوا على لو بارطاج في لاباج. دابا شي تصريح يقدر يكون 6 ايام، هذه اسبوع، شهرين. هذه شنو المغزى منه؟ انه يتبارطاجي 6 سوايع. هذه كنهضروا على الجيش. اوني بيان داكور، حنا فرضناه قديم. رئيس الاركان تيقول لك بان الطياره طاحت لينا في المجال ديالنا. ما هضرش على اباتو، ما هضرش على بانه قصيفات ولا شي حاجه. ونفس الهضره جات في البيان.